اكتر اسئله الناس بتسالها الشات جي بي تي، بما انه بقى البيست فريند بتاعنا اللي بنستشيره في كل حاجه. وفوجئت ان واحد من الاسئله دي هو ازاي ان انا اكسب احترام اللي قدامي اكتر من ان ازاي اكسب حبهم مثلا. الناس بتتقبل شويه ان في ناس ممكن تكون ما بتحبهاش قوي، لكن بيبقى صعب عليها قوي انها تتقبل قله الاحترام. كتاب ريسبكت اند اكسبلوريشن لساره لورنس بتقول ان نسيج المجتمع بيتهتك بسبب قله الاحترام اللي موجوده في كل العلاقات. وبيجي غاندي بقى عشان يدينا المفتاح الاساسي لما بيقول لنا انك لن تفقد احترام الناس ان كنت تحترم نفسك. يعني احترام الناس ليك هيبدا من احترامك انت لنفسك وتقديرها. ففي الفيديو ده هنتكلم عن 6 مفاتيح بسيطه تخليك شخص محترم، مش بالخوف ولا بالتصنع، بتصرفات تخليك تقدر تكسب احترام الناس ليك وتحافظ على الاحترام ده. اول حاجه بقى ما تتكلمش عن الناس. التصرف ده رغم ان هو منتشر جدا الا انه من غير مبررات اول لما بتعمله بيقلل منك على طول وبيخليك شخص غير مؤهل بثقه واحترام اللي قدامك حتى لو ما قالكش ده خالص. ما هو لما بيشوفك بتعمل كده مع غيرك هيقول لك برده خلاص انا هدور وشه هيتكلم عليا. تاني نقطه بقى ما تعتذرش زياده عن اللزوم. طبعا احنا هنا بنقول لما بيحصل حاجه غلط منك اعتذر على طول، لكن ما تبقاش في كل خطوه طبيعيه شايف ان انت المفروض تعتذر عنها. فمعلش سوري ممكن اشرب، معلش انا اسف حابب اقول رايي. ما تكررش الاعتذار الا لو كنت فعلا عملت حاجه كبيره جدا او غلطه كبيره ومحتاج تصلحها. ثالث نقطه بقى وهي مهمه جدا انك ما تسمحش لحد يتجاوز معاك. فاعمل حدود مع الاخرين بشكل تدريجي على حسب الموقف. من اول مره بيحصل فيها حاجه غلط او شايف ان هي تجاوز ليك وضح بلطف ان اللي حصل او اللي اتقال ما كانش مناسب ليك وانك مش قابل. ولو الموقف اتكرر وضح جدا ان الموقف ده اتكرر وانك وضحت قبل كده انه مش مقبول، ولو اتكرر تاني هيكون بيأثر على شكل العلاقه. ولو الموقف فضل يتعاد ابتدي حط حدود واضحه لشكل العلاقه ومستوى التعامل عشان ما تسمحش ان يحصل تجاوز تاني معاك. احترامك وتقديرك لنفسك بينعكس على نظره اللي حواليك فيك وتعاملهم معاك. رابع حاجه بقى خليك مهتم انك تكون متواجد بشكل معتدل، اللي هو مش منعزل عن الناس بس في نفس الوقت مش كل حاجه يلا تمام انا ايه معاك. التواجد الدايم بيدي انطباع كده انك مش بتعمل اي حاجه مهمه في حياتك، كمان بيخلي وجودك يعني ملوش طعم شويه، زي ما بنقولها كده ابعد حبه تزيد محبه. خامس نقطه بقى تجنب المشاعر المفعمه، زي انك تصمى تتكلم في ميتنج شغل مهم وفي ناس كتيره قاعده تبتدي تنفعل فتعيط، او ان حصل موقف مش لطيف قوي سواء مش شريك حياتك او حد من اصحابك فتقوم منفجر فيه بشكل تلقائي وتطلع كل حاجه زي ما تتقال. فعبر عن نفسك وكل حاجه ووضح انت متضايق من ايه او ايه مشاعرك بس بشكل هادي مش بطريقه مبالغ فيها. وشوف حاجه مناسبه ليك انك تكون بتطلع فيها مشاعرك المكبوته دي زي انك ترسم او تكتب او تلعب رياضه. في الاخر لو تفتكر ان احنا بدانا ان احترامك لنفسك هو اساس احترام الناس ليك، خليك عارف انك لو برضه عايز اللي قدامك يحترمك افرض عليه ده باحترامك انت كمان عشان الطريق سكته رايحه جايه. في الاخر انا مريم عزت ودقيقه ببساطه ما تنساش اللايك والسبسكرايب.